ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. جه الصيف، وطبعا الصيف ما يستغناش عن البطيخ، حاجة اساسية كل الناس بتعشقها في الصيف. فدي اول مرة في الصيف اجيب بطيخة، وانا بصراحة ربنا حظي الصيف اللي فات كان وحش جدا جدا. كنت كل ما اجيب بطيخة لازم تبقى طعمها مش حلو خالص، ما بعرفش انقي البطيخ. بس انا اتعرفت بقى على راجل بتاع فاكهة جنبي، يعني اتصاحبت عليه فعلمني بقى ازاي انقي البطيخ. كنت عنده قلت له عايز بطيخه كويسه جدا، والراجل ده حاجته نظيفه يعني. فهو علمني، قال لي تخبط كده وتشوف اذا كانت البطيخه يعني الخبطه مش يعني، هي ليها تكنيك معين مش عارف اشرحها لكم يعني، بس خبط كده لو لقيتها فاضيه يعني تحس انها فاضيه ما تشتريهاش. تمام، لازم الخبطه بتاعتها تكون جامده كده يعني، ما تحسش ان هي بتلق من جوه. فانا نقيت البطيخه دي، ما رضيتش اخليه ينقيها لي يعني، فقلت انقيها انا واشوف بقى ايه حظي هيطلع حلو ولا وحش. بس هو لما اخترتها هو قال لي هتطلع حلوه يعني. هو مسكها بعد ما انا نقيتها كده، فقال البطيخه دي هتطلع كويسه جدا. فتعالوا ندي بقى البطيخه دش، عشان مش هينفع نقطعها كده وارجع لكم تاني. وادي البطيخه هنحميها بقى قبل ما نقطعها. لازم تاخد شاور كده عشان ايه، تبقى في الشارع طبعا وفي قلب التراب، فما ينفعش نقطعها كده، لازم تاخد شاور كويس قبل ما نقطعها. اوبا، مش قادر اشيلها. لازم نغسلها كويس عشان القشر ده بيبقى عليه بلاوي. وجي بقى مرحلة التقطيع، يلا نقطعها ونشوف ايه اخبارها، حلوة ولا وحشة. ورجعت لكم تاني، وبعد ما ادينا البطيخة شاور، ادي البطيخة اهي جاهزة على التقطيع. طبعا مجهز الحاجة اللي انا هقطع فيها البطيخة، ونقول بسم الله. البطيخة اهي، هي البطيخة حجمها كبير، ممكن الكاميرا ما تكونش مبينة بس البطيخة حجمها كبير شوية يعني. فنقطع كده، يا رب تطلع حلوة. مش متفائل بالتنقية بتاعتي، بس يعني ايه، الراجل اكد لي ان هي هتطلع كويسة. اوبا، مش عارف اطلعها. عندي عادة معينة كده، اول ما باجي اقطع البطيخة لازم اخد حتة من على الوش كده. مش عارف، طب والله تحفة تحفة يعني، كلمة تحفة دي قليلة عليها. استنوا اخد حتة تاني كده. بطيخة تحفة. نقطع بقى البطيخة كده سوا، اتفضلوا معايا. والبطيخة قلبها طري يعني، مش مش ناشفة كده ولا يعني البطيخة. بصوا يا جماعة، بصوا يا جماعة البطيخة عاملة ازاي، طرية وطعمها حلو قوي. بصراحة كنت متعقد من الصيف اللي فات، قلت مش هجيب بطيخ تاني. بس طبعا يعني لما بشوفه قدامي كده والجو حر، فاكتر اكلة بحب اكلها هو البطيخ والجبنة. ومش انا لوحدي يعني، تقريبا الناس كلها بتحب تاكل البطيخ والجبنة في الصيف. فبطيخة جميلة قوي يعني، الى حد ما عرفت ازاي انقي البطيخ. بس يا رب بقى لما باجي اجيب المره الجايه ما اتغشش فيها يعني. بس البطيخه دي بجد طلع حلوه قوي قوي قوي، ويعني انتوا اللي وشكوا حلو عليا. اتفضلوا معايا بالهنا والشفا.
ده كان فيديو النهارده، حبيت اشارك معاكم ان انا اول بطيخه هجيبها في الصيف ده، وانا اللي نقيتها، فالحمد لله طلعت كويسه. واشتروا بطيخه يا جماعه، بطيخ محدش يقدر يستغنى عنه في الصيف. بحبكم، واتمنى الفيديو يكون فيديو خفيف كده. وانا عارف ان انا مقصر معاكم يعني الفتره دي، وكنت يعني مقصر في الفيديوهات، بس طبعا الناس اللي متابعه القناه هنا وبتحبنا هتعرف ايه سبب غيابنا. انا نزلت فيديو اللي قبل ده على طول، وهتلاقي الصوره ظهرت لكم هنا. خشوا اتفرجوا عليه وتعرفوا الاسباب. للناس اللي مكانتش متابعه يعني القناه بقالها فتره ومش متابعيني، هتلاقوا الفيديو ظهر هنا كده، واللينك بتاعه في الديسكريبشن. هتعرفوا ايه سبب غيابنا، وادعمونا بقى، علشان انا عارف انه القناه واقعه الفتره دي، وبحاول ان انا اقومها من اول وجديد. وان شاء الله باستمرار كده هتلاقوني معاكم فيديوهات. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب نكون خفاف كده على قلبكم، وان شاء الله استنوا ايفو معايا الفيديو الجاي. هنرجع بقى للتحديات والهزار والضحك والفلوجات الفتره اللي جايه. شكرا ليكم، واستنونا في فيديوهات تانية. سلام.